لما تبدين تتطورين وتبدين حب الذات اللي يكون عندك، ما راح تكونين الإنسانة اللي كنتي قبل. فلما تكبرين ولما تتعلمين ولما تتغيرين، الفكر مالتك ما راح يصير نفس فكر الصديقات اللي انتي متحاوطة وياهن. فعادي تتغيرين من هذني الصديقات، فعادي أشياء اللي انتي كنتي تفكرين بيها وياهن ما راح تفكرين بيها مرة ثانية، لأنه عقليتك صارت تختلف. قمتي تنمين، ما قمتي تصيرين إنسانة نفس الإنسانة اللي انتي كنتي بيها. صرت ويا صديقات، هذني الصديقات قمت يعني بمرحلة وياهن أطوب، أطلع، أتونس بالوقت اللي يجي بيه الجمعة لو السبت لو أريد أطلع وياهن. هذا الوقت الوحيد اللي إحنا نحكي بيه ونطلع بيه ونتونس بيه. بس بالوقت اللي أنا محتاجة لهم لو هم محتاجين لي، إحنا ما موجودين لبعض. فحسيت هاي العلاقة بس صارت معرفة. فمن بديت أعرف بأن أكو صداقة بس معرفة، وأكو صداقة بأن صدق صداقة بأن أنتوا دائما تحجون، دائما نحكي، دائما نتراسل، دائما نعرف أشياء على بعض. فهذا الوقت اللي صدق تحسين أنت عندك صديقة. الصديقة الحقيقية مو تاخذ منك بس ما تعطيك، تاخذ منك مو قصد يعني تاخذ من عندك أشياء، لا، تاخذ منك بوقتك، تاخذ من عندك بأن تاخذ منك أسرار أنت تحكي لها كل شيء، لأن أنت بداخلك معدنك نظيف، أنت معدنك طفولي، أنت معدنك تقولين تحسين بها هي نفسك كصديقة. بس هي من النوع اللي تاخذ ما تعطي. هاي الصديقة دير بالك من عندها، هاي الصديقة راح تغدرك، هاي الصديقة تخوف. لأنه الصديقة الحقيقية لما أنت تحكي لها أسرار هي همين تحكي لك أسرار. الصديقة اللي أنت تحكي لها أسرار وهي ما تحكي لك أي شيء، ودائما تضم ودائما تلف وتدور ودائما تسوي أشياء بدون ما أنت تدرين، يعني معناها هي حاسبتك أنت معرفة بس هي تستمع لك وخلاص. بس إذا أنتي تريدين تستمعي لها وتريدين هاي، يعني معناها هي عندها أحد ثاني تثق بيه، أنتي ما تثق بيك. فأنتي ليش باقية بهاي العلاقة؟ ليش تنزلين من نفسك وتنزلين من طاقتك وتنزلين من روحك وتمشين الوقت اللي أنتي ما لازم تمشين بيه؟ لأنه أكو شخص موجود إلك بهاي الحياة اللي راح يكون صديقة صدق حقيقية موجودة إلك. فليش تنزلين نفسك ويا صديقة نفس هاي؟ ليش أنتي منزلة نفسك؟ شنو اللي أنتي ناقصك كصديقة تروحين ويا صديقة اللي ما تعرف قيمتك؟ ليش؟ فتعلمت أني بأوقات كنت صديقة ويا وحدة، أنا أحكي لها كل شيء، شو وقت أسافر، شو وقت أطب، شو وقت أطلع، شو وقت أجي، شو وقت آكل، شو وقت مدري شنو. إحنا أصدقاء 24 ساعة كنا نحكي بالتليفون، كنا موجودين بالتليفون. فحسيت هي ما تحكي لي أي شيء، السافر قبل يوم تقول لي أقول لك ترى أنا راح أسافر ومدري شنو. زين انتي شو وقت خططتي تسافرين؟ زين انتي ليش ما قلتي لي؟ ليش تسوي خططها من ورا ظهري؟ لانه هي تحس بذنب بان يجوز آسيا تغار مني، يجوز آسيا هيك، يجوز آسيا هيك تفكر، لانه هذا الشيء بداخلها. هذا الشيء صح بان اني راح اغار منها، لانه اني راح احسدها، لان ليش اني همين اسافر؟ ليش اني همين عندي حياة؟ انا قاعده احكي لك سفري، انا قاعده احكي لك اشياء اللي اني اسويها. فمعناها انتي اصلا ما معتبرتني صديقة. اذا تحسين اني اغار منك يعني معناها اني مو صديقتك. الصديقة الحقيقية ما تغار منك، الصديقة الحقيقية ما تسوي مسابقات وياك، اوكي؟ فاذا انت تحسين اني هيك يعني معناها اني مو صديقتك، يعني معناها اني عدوتك، يعني معناه ليش انتي خلت لي مجال اكون بحياتك، يعني معناه انتي ما تعرفين قيمة نفسك. فاعرفي هذا الشيء من اعرفي هذا الشيء من انت تكونين بصداقة. لازم تكونين بصداقة صحية، انتوا اثنيناتكم تحجون الاشياء، انتوا اثنيناتكم تعرفون اشياء على بعض. من شخص يسألك هي شنو قاعد تسوي ما اعرف شنو، انت تعرفين هي مسافرة، انت تعرفين هي
سوت هذا الشيء، انت تعرفين لما هي سوت عملية، انت تعرفين راح تكونين موجودة إلها، من تحتاج شيء هي موجودة إلها. فانت ما إلك عتب من هي تروح تسوي عملية وتقول والله انت ما سألتي عليه، والله انا كنت مريضة، والله انا سويت عملية وانت ما سألتي عليه. هذا مو صوتك، فلا تحسيني بذنب، لا تحسيني بذنب، والله انت ما سألتي عليه. شلون اني اسأل عليك اذا انت ما تنفتحين الي؟ اوكي؟ فاكو صديقات ياخذن ما يطن، انت خوفك من هذني الصديقات، هذني مو صديقات، هذني اصلا غيريها، هاي لا تبقيها صديقة بحياتك، لأنه لو هي صدق صديقة بحياتك مثل ما أنت تحكي لها هي همين تحكي لك، لازم هي تحس بثقة بيك لأنه أنت قاعد تحكي لها. بس أني تعرفون شنو؟ والصديقة الخبيثة شو تسوي هي؟ هاي النوع اللي تحكي لها أوكي، أول ما تصير صدفة بأن أنتوا تتطاوشون، لو أنتوا تتباعدون على مشاكل، أسخف مشاكل أوكي، بأن أنت تخلين حدود، لو هي تخلي حدود ووحدة تحكي سر اللخ، هاي أفشل صديقة، وهاي أحقر صديقة، وهاي أغبى صديقة تكون بحياة أي شخص. هاي لأبد لا تعتبريها صديقة. الصديقة اللي تروح تحكي أسرارك أوكي، أول فرصة اللي تجي بيها بأن أنتوا تتعافون وهي تحكي أسرارك، هاي لا تعتبريها صديقة. هاي أصلا بحياتك كلها لا تقولين صديقتي غدرتني، قولي هاي إنسانة عدوة كانت، هاي من البداية كانت تخطط بأن هي شو وقت يجي الوقت اللي تغدرك بيه، شو وقت يجي الوقت تطلع السم اللي بداخلها أوكي. الصديقة الحقيقية مهما يكون انت تأذيها وتعذبيها، لو شو ما يكون، هي ما راح تروح تطلع أسرارك. يجوز تأذيك نفس الأذية اللي أذيتيها، بس ما راح تروح تطلع أسرارك، لأنه هاي أخلاق الصداقة. أخلاق الصداقة إذا البنات ما يعرفونها ما أريد أصير صديقتك. والصديقة اللي تجيب مشاكل وتودي حكي وتجيب حكي وتسوي هيك، أنا ما أريدها بحياتي، ولا أريد أشوفها بحياتي، ولا أريد أي شيء. وشي ثاني، شايفين هاي الصديقة اللي تقعدون بجروب، بأن انتي الصديقة اللي اي شي تحكينه تتحسس منه. تعرفين ليش تتحسس منه؟ لأنه هي بداخلها عندها موقف منك، هي بداخلها اصلا كارهتك، بس ما تعرف شلون تطلع هذا الكره، تريدك انت تغلطين حتى تلزمها عليك وتقول يلا برا، حتى هي ما تبين هي الإنسانة الخبيثة اللي بداخلها. فأنت دير بالك من هذني البنات همين، فلا حب بالك هاي تحبك وهي نايس وياك وهي طبيعة وياك، أصلا العدو يصير طيب وياك أكثر من هاي الصديقة اللي تقعد بالتيبل تريد بس تلزم زلة عليك. هاي مو صديقة، هاي أبد لا تعتبريها صديقة. ولا تمشين بالشارع وتشوفيها من بعيد وأصلا تعترفين بأن هي كانت هاي صديقتك. هاي مو صديقة أوكي. شوفوا الصداقة أخلاق. الصداقة أنا تعلمت الصداقة بأن روح ويا روح تتلاقى أوكي. أنت وياها تسوون أشياء نفس الشيء بدون ما تحكمون على بعض. الحكم على بعض لا يعني أنتوا صديقات. تقدر هي إذا تشوفك أنت غلطانة تقول لك يا فلانة أنت غلطانة بواحد اثنين ثلاثة، وشلون إحنا نصلح هذا الموقف. إحنا مشكلتنا تعتبرها مشكلتها هي همين، مو تروح تحكي عليك وتهجم بيوت، ويجوز أنت حتى الفتشي اللي تسويه تطلقك منه، ويجوز حتى تخليك حبيبك يكرهك أوكي، بس على مود هي تبين هي الصديقة الزينة، هي تبين هي الزينة، هي الملائكة، هي المستر بيرفكت اللي تمشي بالأرض اللي بحياتها ما مسوية غلط أوكي. ماكو أي بنية مسوي غلط، ماكو أي بنية ما عندها ماضي، ماكو أي بنية ما عندها أغلاط. بس الإنسانة الحقيقية والإنسانة المثقفة والإنسانة الناضجة اللي هي تتعلم من غلطها، إذا هي كانت إنسانة مو زينة وصارت إنسانة أحسن، أصلا حرام علينا نروح نفضحها. حرام علينا كإنسان وكديننا علمنا وثقفنا بأن إحنا ما نفضح الشخص أوكي. إذا سترتي على عبدك هسه أوكي، بيوم القيامة رب العالمين يستر عليك. إذا سترتي أنت على صديقتك أوكي، رب العالمين راح يستر عليك. فإذا أنت أصلا الاحترام الحقيقي أوكي، وتعرفين حقيقة هاي الصديقة بالنهايات،
النهايات هي راح تبين لك حقيقتها من البداية هي شنو كانت. فإذا هي لما أنتوا تتعافون، شوفوا صادقت وحدة، أنا أول مرة أصادق وحدة بأن من هاي النوع بصراحة، صادقتها، حبيتها، أوكي، اعتبرتها أختي، اعتبرتها أمي لما تنصحني، لأن هي كانت أكبر مني. والله العظيم أول فرصة إجتي لما أني طلقت، أوكي، أول فرصة إجتي هي تفضحني بيها، أول فرصة لما إجتها هي فضحتني بيها، أول فرصة لما إجتها بأن هي تحكي علي وتسويني أني مو زينة قدام أصلا زوجها، على مود هي تبين بأن أنا ما حكيت أي شيء، هو اللي حكى، تروح تحكي حكي قدام أطفالها وقدام بناتها وقدام زوجها، على مود هو يروح يحكي للإكس مالتي، بس على مود تبين نفسها هي الإنسانة الزينة وهم المو زينين. شوفي هذا إنسان هذا شيطان، هاي شيطاني بس بالأرض. هذا الإنسان، شوفي يعني أكو بنات يتفننن بالألم مالتك، يتفننن، وبعدين يجن يسوون أنا الإنسانة المسكينة اللي أنا ما أعرف شلون صار هذا الفجية. نو، أنتي كذابة، أوكي. وإذا أنتي كإنسانة سمعتي هذا الشيء وصدقتيها، عقليتك مغسولة مثلها شيطانة صغيرة قاعد تنبتين، أوكي. أنتي هسه وش قاعد تنبتين مثل الشيطانة. فهذا الفجي لازم أنتوا تحجون على الحق. شوفوا مرات أكو بنات تيجي تقول لي تخابرني سمعت هيك حكي عنك. لا ما تيجي اصلا تقول لك بان هي سمعت هيك حكي، تسكت. بس شلون هذا الشخص صار هيك عنده الراحه يجي يقعد ويحكي علي وياك، لانه انت اعطيتيه مجال. لو ما انت اعطيتيه مجال كان هو ما حكى علي، بس انت اعطيتيه مجال يحكي علي، لانه انت بداخلك هالقد ما كرهتني، انت بداخلك عندك كره إلي، أوكي. لأنه أني ليش ما حد يحكي عليك قدامي؟ لأنه أنا ما أعطي مجال، لأنه أنا ما أخلي أحد يحكي عليك قدامي، لأنه أنا ما أقبل على هذا الشيء، لأنه أنا أحترم الصداقة اللي بيناتنا. إذا شخص إجا حكى على صديقتي قدامي، أقول له ليش قاعد تحكي عليها؟ هي شو مسويت لك؟ أتعارك ويا هذا الشخص، أوكي، وأدافع على صديقتي بدون ما هي تكون موجودة، أوكي. عرفوا أخلاق الصداقة، مو بس يا هو اللي يجي يقول أني صديقك، ومو هو يا هو اللي يجي تقولين هاي صديقتي. نو، لازم تخليها بتجارب، وتخليها بأشياء هي تمر بيها، بأن أنت تتعرفين بأن هي صدق صديقة، أوكي. أكو هواية بنات ترى بعدين يهجمن بيوتك. one day، يوم من الأيام راح يجي، أوكي، وقت بأن أنت راح تحبين شخص كلش هواية، وراح تحكي له قصتك الماضية، أوكي، بنوعية أنت تعرفين شلون هذا الشخص راح يتقبلها، على مود لا يكرهك ويبقى يحبك ويبقى بيناتكم احترام. راح تجي هاي الصديقة تشوه سمعتك قدامه، راح ياخذ عليك نظرة تختلف، أوكي. صح يجوز راح يبقى يحبك لأنه هو ابن أصول وشريف، ويعرف الإنسانية، ويعرف بأن أنت إنسانة، ويعرف أنت خطاءة، أوكي. ما أجيتي بيرفكت بالحياة بأن أنت بيرفكت، أوكي. بس راح تجي هاي تشوه سمعتك وتأذيك أذية تدشك هاي بالسكاكين، تدمر، أوكي. فهذني البنات لا تعتبريهن صديقات، وبحياتك لا تعترفين بأن أنت إذا شفتيها بالشارع وتقولين هاي كانت صديقتي، أبد لا تعترفين بيها، أبد لا تكبرين من راس هيك الشخص وتقولين هاي صديقتي، لأنه شرف هي تكون صديقتك، أوكي. لازم الشخص لما يكون بحياتك إله شرف يكون صديقك، مو يا هو اللي يجي تجيبينه من الشارع وتقولين هاي صديقتي. أي شخص هي ما عندها لا أخلاق الصداقة. شوفوا أخلاق الصداقة وثقافة الصداقة مو يا هو اللي يجي يقدر يسويها. هاي الصديقة اللي تجيب لك مشاكل ودائما دراما، ودائما انت هيك حكيتي وانت هيك سويتي، بس على مود هي سمعتها تصير حلوة وانت سمعتك تصير مو حلوة بالسيركل، هاي مو صديقة، صدقيني، اوكي. الصديق الحقيقي، أنا ما راح أجي هنا أقول لك ماكو بعد صداقة حقيقية، ماكو، نو، لأن أنا موجودة. أنا إذا صديقتي صار بيها شيء، أني أحرق الدنيا على موتها، أوكي. أني أروح أوقف لها وأني موجودة لها،
اوكي، لانه اعرف اني صديقه، اني اعرف اخلاق الصداقه، اني اعرف لما صديقتي تبكي اني راح اخليها تبكي بحضني. اوكي، راح احسسها هي بامان، راح احسس الطفل اللي بداخلها بان ما يحتاج احد ثاني لانه اني موجوده. اوكي، هاي الصديقه الحقيقيه، مو الصديقه اللي تجي تغدر بيك وتاذيك، او الصديقه اللي تستغلك لما انت تعطيها هي ما تعطيك شيء بمقابل. اوكي، الصديقه الحقيقيه لما انت تعطين، لما انت تمشين خطوه هي تمشي خطوه. اوكي، انتوا اثنيناتكم تتقابلون بنفس المقابله. اوكي، اذا انت معطاءه اكثر من ما هي تعطيك يعني معناها هاي تستغلك. شوفوا، انا هسه لما اطلع ويا صديقاتي اقول لهم خلي كلنا ندفع الفاتوره نفس الشيء، يعني نقسمها، كل شيء نقسم عادي، لا تستحين. علمت اختي همين اقول لها، اختي تقول لي استحي، مو اني شلون يعني اروح اقول لهم اقسم الفاتوره؟ اقول ياس، لان هم ما يستحون لما ياخذون منك فلوس انت وحدك. اوكي، مثل ما هن همين وحدهن يصرفن على نفسهن، انت همين وحدك. اوكي، انت مو جايه من الغنى. اوكي، وحتى لو انت جايه من الغنى الاستغلال ما حلو، فانت مثل ما انت راح تدفعين للماعون اللي انت تاكلين منه هن هم يدفعن. اوكي، عادي يعني ادفع، اذا انا اريد اعزمكم اوكي اني اعزمكم، بس حلو لما انت همين تجين فد يوم تعزميني، مو كله اني اعزم اني اعزم اني اعزم اني اعزم وانت كل شيء ما تسوين. نو، هذا ما راح يصير تعادل، راح تصير بيناتنا انفصال، راح تصير بيناتني اني المعطاء الاكثر، اني اللي استنزف اكثر، راح اتاذى اني اكثر بالصداقه. سو هاي مو صحيه الي، فاني ما اريدها. كانت عندي صديقه هي دائما تجيني، هي بنتها صديقة ويا بنتي، أكلها شربها always ببيتي، أني أطبخ، أني أسوي أكل، أني أحب أطبخ، ومن أطبخ أحب يعني أعزم صديقاتي، لو مثلا حتى لو ما أعزمهم يعني هن يعرفن أني أسوي أكل فيحبن يجن للبيت. فأقول يا اتس فاين، تعالوا يعني اذا راح اوكل شخص ثاني ما راح انفقر، بالعكس رب العالمين راح يرزقني اكثر، لان انا قاعده اوكل شخص ثاني، قاعده ارزق شخص ثاني ببطنه. اوكي، فاعزمها هي وبنتها. وهاي جتي فتره تعرفت على شخص ثاني، هاي البنيه فايش قامت تسوي؟ قامت كل ما تسافر تاخذها، كل ما تروح مكانات تاخذها. عادي، بنتها دائما يمي، ولا اطلب منها اي شيء، ولا اهتم ولا اي شيء، اصرف على بنتها مثل ما اصرف على بنتي، ما اهتم. جت فتره اني ردت اسافر، اوكي، هي تسافر وهاي وتخلي بنتها يمي، وانا كل شيء ما اخذ منها عادي، ما اهتم، يعني انا صديقه، يعني اذا عايش بنتها يمي يومين ثلاثه ما راح انفقر، اني عادي مثل ما بنتي قاعده اعيش عادي، يعني ماكو مشكله. فاجت فتره اني خليت بنتي يمها، كتبت لي رساله اوكي ورا يومين، هاي ترى اني وديت بنتك وجبتها، ممكن تدزي لي فلوس البنزين وفلوس الاكل اللي قاعده اصرف عليها، وبنتك رادت هيجي وبنتك رادت هيجي، اريد هالقد مبلغ فلوس. هاي صديقه؟ هاي تعتبريها صديقة؟ وهي لما باعت بيتها وشالت ورادت تغير من بيتها، تعرفون ايش سوت؟ راحت دزيت لها منظفات على مود يساعدنها، على مود هي ما تحس بتعب. اوكي، يساعدنها يلفن الغراض وياها حتى غراضها لا تتكسر، وينظفن البيت حتى هي ما تحس بتعب. هاي تعتبروها بان اني صديقة راح اباوع عليها مرتين؟ نو، لان انا عندي قيمة نفسي، لان انا اعرف قيمة نفسي. تعرفون ايش سوت؟ هالقد ما عرفت، اوكي، عرفت هي حست شنو صار، لان انا وراها قطعت وياها. اوكي، ما حكيت وياها مرة الثانية، ولا اريد اعترف بان هاي صديقتي، خلاص اختفيت عليها. ما تستاهل اقعد اقول لها انت سويتي 1 2 3. اوكي، لان شوفوا هي ما خلتني بان اني برد الاعتبار بان هاي خطيه وحدها وخلي اساعدها مثل ما هي تساعدني، ما اعتبرت هذا الشيء، فاني همين خلاص اختفيت عليها. فاني من كبرت وعرفت قيمه نفسي، وعرفت شلون احب نفسي، وعرفت شلون اقدر نفسي حتى بالصداقه. اوكي، حتى بالصداقه ما اخلي شخص يجي يستغلني. كنت قبل لا اشمر نفسي على الصديق، لا بليز لا تعوفوني يا مون، ابكي، اقعد ابكي عبالك الدنيا انقلبت على مود بس صديقه راحت من حياتي.
نو حبيبتي. الصديقة الحقيقية تصير انتوا اثنيناتكم الميزان عادل، اوكي؟ طين إلها الميزان ينزل، اوكي؟ لازم انتوا اثنيناتكم بنفس الميزان، اثنيناتكم عندكم عدل حتى تشتغل العلاقة. إذا صديقتك تضوجك تحكين وياها تقولي لها هي ترى انتي سويتي فتشي، حكيتي حكاية قدام البنات وهذا الفتشي كسر بقلبي وأنا ما يعجبني بأن انتي هيك تحكين. عادي، خلي حدود، احكي اللي بقلبك انه انتي تستاهلين الانسان اللي يقدرك، انتي تستاهلين الانسان اللي يحبك ويحب معدنك، انتي تستاهلين بدون ما تعطين تنحبين، اوكي؟ مو بس يحبوك على العطاء، اوكي؟ انا كنت قبل اعطي منا ومنا بس حبوني لانه ما كنت اعرف حب الذات اللي عندي، ما كنت اعرف شنو اني اللي اجيبه على هذا الميز، ما كنت اعرف. فمن عرفت، اوكي، خليت حدود ويا كل شيء، اوكي؟ فانتي لما شيء يزعجك اكتبي لها، قولي لها هذا الشيء يزعجني، بليز لا تقولي هذا الشيء. اذا هي تحبك وتقدرك حتقولك اني اسفه، اني مرتي الثانيه ما راح اسوي هذا الشيء، اني مرتي الثانيه راح احاول بان راح احكيها بلطف، اوكي؟ اني اسفه، تاخذ على قلبك، تتسامح، تتعاطف وياك، اوكي؟ لانه انت هم انثى، انت هم بنيه، انت هم عندك احاسيس، اوكي؟ فلما تكون هيك الصداقه حلوه، اوكي؟ واذا هي بان هي ما اعترفت بان هي غلطانه، اوكي، وراحت خلاص ورا ما اعترفتي، هاي مو صديقتك، عادي خليها تروح، لا ترجعين احد هيك يسوي وياك، ترى انتي تنضربين، ترى انتي تنأذين. اذا انتي تحبين تتأذين هاي مشكلتك، بس انا قاعده احكي لك لا تقبلين الاذيه على نفسك. احنا بحياه هسه جديده كل شيء إلنا متوفر، كل شيء، هذا الكون كله إلنا متوفر، بس انتي يبدي من داخلك، انتي يبدي من عقليتك، انتي شلون تاخذيها وانتي شلون توديها، اوكي؟ شوفوا راح احكي لكم شيء. طبعا اني ما اعرف عربي كلش هوايه، اني حبيت اسوي فيديوهاتي بالعربي، حبيت اتعلم من بنات ثانيات الامريكيات الانجليزيات كل شيء، على مود حتى اني اصير المحتوى مالتي بالعربي، اعلم البنات العربيات، لانه احنا ما عندنا الاشياء اللي هم الاجانب اللي هم عندهم هواي وسائل، هم عندهم هوايه اشياء لك يقدرون يتعلمون من عندها، احنا العرب ما عندنا هوايه، وما عندنا بنات هوايه يقدرن يحكن باشياء حقيقيه لانه يخافن، اوكي؟ فاني حبيت اطلع بالعربي. صح اني املائي مو كل زين، عربيتي مو كل زينه، بس والله قاعده احاول اصير انسانه بيرفكت على مودكم حتى انتم تتعلمون. وكل ما اتعلم شيء وكل ما يصير مواقف اني قبل اكتبها على مود حتى اني اجي احكي لكم اياها، على مود انتم تتعلمون، على مود الاشياء اللي اني مريت بيها انتم ما تسوون هاي الاغلاط. احبكم كلش هوايه، دائما كونوا طيبين، دائما كونوا نظيفين من الداخل، اهم شيء تكونين نظيفه، واني متاكده انت راح تكونين اجمل صديقه، واني متاكده انت راح تكونين اجمل صديقه اي بنيه تتمناها، لانه اني اعرف هذا الشيء. لما انت باوعتي على هذا الفيديو تريدين تطورين من صداقتك، تريدين تطورين من نفسك، تريدين تحبين من ذاتك. فاني كلش هواي احبكم واشوفكم بفيديو ثاني، وثانك يو سو ماتش الدعم، وراح اخلي سنابي والانستغرام كليته بصندوق الوصف، واشوفكم بفيديو ثاني. باي.